تنتقل السلطه التشريعيه من رئيس الجمهوريه الى مجلس الشورى، ونبدا بقى نشوف شغلنا ونطلع الحاجات المطلوبه للبلد، والفقراء يروا مشروعات لتنميه بلادهم، والعمال والموظفين. ونشكر هذا الجيش الذي وقف الان يحميكم ويحمينا وبذل جهد، وحاولوا امبارح الوقيعه بيني وبينه، وبسرعة الحمد لله أخمدنا نار هذه الفتنة وهذه الوقيعة بكلمة واحدة طلعتها أنا بالليل، لأنه مش ممكن أبدا حد يتقول علي كلام على جيش مصر. أنا أتحدث عن شعب مصر أنه خير أجناد أهل الأرض. ولما كان عندنا قيادات سياسية فاسدة راحوا هم محولينها الصحفيين اللي في عيونهم مرض وفي قلوبهم مرض، اللي أنا بتكلم على قيادات الجيش. هذا لم يحدث، والمقال موجود، والكذب مفضوح، والحق أبلج والباطل لجلج. اللي بيتريقوا على الكلمات دي كلمات عربية أصيلة تعني أن الحق أبلج يعني واضح أبيض، والباطل لجلج مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. جيشنا حمى مصر وقت الحرب، وحمى مصر وشعبها وقت السلام. ده طبيعته، وإحنا كنا واقفين في ظهره وقت الحرب، وواقفين في ظهره الآن وقت السلام. شرطتنا أيضا ستتطهر وستكون شرطة تليق بمصر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نرى هذا الشكل الذي كنا نشكو منه من قبل عندما استخدمها أمن الدولة واستخدمها فزاعة ضد الشعب المصري. سيكون الداخلية والشرطة درع داخلي لمصر عشان الجيش يتفرغ للدرع الخارجي، وسيف مصر ودرعها جيشها، وأمنها وأمانها شرطتها، وقضاتها الذين حاولوا أن يوقعوا بيننا وبينهم أنه لا يوجد على الصناديق قضاة. لا يليق أنك تهين القاضي وتطلب منه إثبات شخصية. أنت اللي المفروض تثبت له شخصيتك، أنت تشكره على موقفه الكريم هذا. قضاة مصر على رؤوسنا وعلى أكتافنا، لأنهم الآن يثبتون أنهم ولاءهم لمصر فقط. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهد كل من بذل جهد، وأن يعين شعب مصر على أن ينهض ببلاده ويحقق نهضته، ويكتب تاريخ حاضره ومستقبله كما كتب تاريخ ماضيه، والعالم كله يتعلم من شعب مصر الآن. وأشكركم يا مصر 25 على هذا الأداء الجيد